هناك بلد يتمتع بمشاريع وبنى تحتية ربما قل ما نجدها في افريقيا، هذا ربما جنوب افريقيا. هما يخدموا ويخدموا لبلادهم. اليوم كي تشوف هكذا انا غلط بكل صراحه، ما كاش مستفين ضمين محطين. صحافة زيكو طرد أيمن خليف من المشاركة في البطولة العالمية للبوكس. ملعب مولاي الحسن ومتابعة من صحافة زيكو دقق. شوف حبة وفيديو بفيديو راهم يتبعوه مركزين على ملعب مولاي الحسن. علاش تشوف الاهتمام ديالهم مساكين غير باش يعرفوا واش غادي المغرب ينجح واش ما ينجحش، ولكن بالايادي المغربيه وبالشعب المغربي وبالشركات المغربيه ما شاء الله راهم في تقدم ملحوظ. واليوم شفناهم طلعوا راهم غادي يكوماسيو يحطوا المدرجات الاولى ما شاء الله. يعني ايادي مغربيه غادي يعطيوهم واحد العبره في هذا الملعب هذا ديال مولاي الحسن باش يفكروا مليح شويه صحافه زيكو قبل ما ينتقدوا المغرب. هنا غادي تكون صفعه قويه على هذا الملعب لانه ملعب بشار في 25,000 كيفو تقريبا في العدد. ملعب بشار عادي في الارض، جات الشتاء رونتهم عاود راه غير في الارض. يعني تخيل انت، وهذا كان سابق ملعب مولاي الحسن. ملعب مولاي الحسن هاني حطيت لكم التصاور هنا وحطيت لكم هذه القناه، هذا لاباج هذه ديال واحد الصحفي نعرفه في قطر، هذا معروفين ذاك راه متتبع. يعني كل دقيقه يعني الشهر الجاي ان شاء الله باذن الله يقدر المدرجات يطلعوا الاولى غادي قلبو يتزعزع. المهم شويه بشويه لقاش من شهر 6 الملعب غادي ان شاء الله يكون باين وواضح ان شاء الله باذن الله. ملعب مولاي الحسن هذا. وكاين واحد حكيمي، اشرف حكيمي، راه زاد في الكونترا ديالو حتى 2029. نتمنوا له التوفيق. كدا واحد المغربي اخر في باريس سان جيرمان زاد في كونترا 2027. نتمنوا التوفيق لاشرف حكيمي اللي ولا اغلى لاعب في باريس سان جيرمان. دروك ندخلوا بالتفاصيل. ملعب مولاي الحسن وملعب البريد. ملعب مولاي الحسن راكم شفتوا الاشغال ما شاء الله، الناس راه في تقدم ملحوظ بايادي مغربيه. الشعب يعني ما شاء الله رجال يعني ملعب يعني. شوف المغرب شعب التحديات، نهضروا لا لوجيك، ناس ديال التحديات. انا والله الا نهضر بكل افتخار ونهضر بكل يعني حب، ما عنديش كاع خلفيات الحمد لله يا ربي. وما نهضر انا نحط اللي شوف الملعب. انا نهار كنت نتبع هذه القنوات، هذه قناه رباط المعرفه، هذاك القناه ديالو ما شاء الله، وعنده واحد تصوير ما شاء الله. تفرجوا له هذا القناه رباط المعرفه، تفرجوا له وتفرجوا القناه ديال انا جيت عاود يشرح لك هذا الشرح ديال الملاعب ما شاء الله. كاين قناه مشاريع المغرب عاود حتى هو ما شاء الله. المهم هذو قنوات، وكاين قنوات اخرين ديال واحد سميتو تماره. كاين بزاف قنوات اللي يشرحوا لك، ولكن كل واحد وستيل ديالو. رباط المعرفه عنده واحد التصوير بالدرون ما شاء الله. انا جيت يشرح لك كاع الفيديو واش فيه، يشرح لك الملعب، يشرح لك هذاك الشيء، عاود هذاك الشيء عنده زين. يعني شوفوا انا حطيت لكم تصور هنا. مي تفتخر بهاد الناس اللي دايرين واحد المجهود، وسيرتو هاد اليوتيوبرات دايرين واحد المجهود باش يقدموا واحد الصوره باش الناس المواطن يشوف الملاعب فين وصلوا. هذوك هذو بحال الصحافه ديالنا اللي محاضرين ملعب مولاي الحسن. ملعب مولاي الحسن في تقدم ملحوظ، وغادي ان شاء الله منا قلت لكم واحد 3 شهور غادي القسم صدمه. نشوف راني نتبعوا يعني نتبعوا في الفيديوهات، في ردة الفعل في اليوتيوبرات. كاين بعض اليوتيوبرات، كاين هذاك، كاين واحد المغربي غدوه ندير عليه فيديو سميتو رضوان في الروحي، يدير لي لايف في تيك توك. جر معاه عباد الله، جرهم، جر واحد اليوتيوبر وجر شي صحافه وجر وقنوات باش تعرفوا الكلاغ. وكنت غادي نهضر عليه اليوم، خليت غدا ان شاء الله وندير عليه واحد الفيديو باش نشوفوا علاش كيفاش دار باش جرهم. قال الملاعب، قال لهم عندكم ملاعب زينين كذا منا، والناس تابعاه وحنايا ما غاديش والله لا. شوف علاش قلت لكم الكلاخ اللي واقع في هذه الصحافه ديالنا وفي هذه الناس ديال اليوتيوبرات بزاف. ها انت تشوف الملعب قدامكم، ها نشوفوا، ها نحطوا كل شيء بالواقع، ولكن جبر مكلخ بنادم. يعني رضوان ما عنده ما خسر، دار فيديو، دار لايف في تيك توك، وهذاك الفيديو راه يدور والناس بقات ترفد منه. وقالت لك صحافي مغربي قال لك حنا تظلمنا اللي ما ديناش لا كوب دافريك وعندنا ملاعب. هو يضحك على ودي ودي والله ما راهم فاهمين فيها حبه، نقسم لكم بالله والله ما راهم فاهمين فيها حبه. شوف باش تقدر تطلعها على شوف
والله العالي العظيم كنت دير غير خبر عاجل، خبر عاجل، شي دولة ولا شي حاجة غتوقع يتبعوك. انا من نهار الماتش يتعاود اللي مشينا فيها عام تقريبا ولا عامين والناس غاديه موراهم وزات موراهم يعني كاين حوايج يجروهم والله تما عرفت بلا ما كاين والو. الناس ما بقاش عندها الفكر. انا نجيبوا لهم كاع الادله. الناس تجرها باي حاجه. رضوان في الروح يمشي دار لايف في التيك توك تحط واحد الفيديو منا الملاعب وكانت خساره تنظموا نتوما وحنا ما ننظموش وحنا ما غاديش نوصلوا وما غاديش تجروا كل شيء. انا باش تعرفوا بلا الكلاخ وصل لواحد النيفو بزاف والله الا بزاف. الناس تكلخت بزاف 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 بزاف. بلا نجبرهم يوتيوبرات انا جبرت واحد اليوتيوبر مسكين متجر غادي غير مسكين مسروع سارح كيما هذاك الماتش يتعاود. المهم انا غير قوس فتحتوه من الملعب راكم شفتوه راني حطيت التصاور ديالو. ندخلوا الايمن هذا راكم تعرفوا اللي شارك في الاولمبياد باريس وناط الهلال ومنا ملي جا الرئيس ديال الميريكان الجديد هذا ترامب تبدلت بزاف الرؤيه وتغيرت بزاف. وراكم تشوفوا هو قال لك انا خاطيني هذا الامثال هذو. اليوم جراو عليهم لا كوب دومون ما عندكش بلاصتك. عرفوا في الوقت فين تبدلت ميداليه ديتها صافي موراها ما غادي تزيد تلعب حتى بحاجه لا اولمبياد جايه ولا البطولات العالم بسببك انت غادي تغير ماشي غير القانون. علاش؟ لانه فات في الاولمبياد باري بطريقه ماشي حضاريه ماشي رياضيه. راه المسابقه هذيك الايطاليه مسكينه راه قالتها الضربه ماشي ضربه ديال المراه. انا كنا قلناها. انا ما ندافعش على هذوك الامثال. انا ما نكذبش عليكم. انا خاطيني وخاطيهم. انا نهضر للقانون والحق اللي نشوف بعيني انسان ماشي عادي باين ماشي مرأة باين. اش انا غادي نكذب عيني يعني وندير شي حاجه اللي انا شفنا تسرحوا حافظ الدراجي وكذا منا وجري والغا يعني وفي الاخير حافظ الدراجي راسو وجهه مع فين غادي يديروا ما سيدي ربي. هذه الحقيقه كيما كنت نشوف بعينيا وكنت نتفرج ونشوف التقدم ديال الاشغال ونعرف بلي المغاربه ما شاء الله يعني قادرين باش يكملوا الملاعب في الوقت ديالهم وقادرين نجي نقول لك لا. انا عارف بلي غادي يبهرونا باحسن كاس افريقيا ملاعب بنيه تحتيه تكون رائعه في كل شيء في تنظيم فنادق يعني تكون لا كوب دافريك تكون من احسن لا كوب